عمرك فكرتي باللي قلة شرب الماء تقدر يدمر الكلاوي ديالك بلا ما تحسي، حيت الماء هو اللي كيعاونهم يطردوا الفضلات وينظموا السوائل في الجسم، وملي ما كتشربيش كفايه البول كيولي مركز والاملاح كيبداو يتجمعوا، وهذه هي اول علامه ديال الخطر، حيت كيتكونوا حصوات الكلى. ومن الاشارات البسيطه اللي خاصك تردي ليهم البال هي البول الداكن والعياء المستمر، ومع الوقت هذا الجفاف كيقدر يدير التهابات في المسالك البولية، وفي حالات خايبة كيوصل لتلف دائم في الكليتين. والأطباء كينبوا بلي الخطر الحقيقي هو ملي كتولي قلة شرب الماء عادة يومية، خاصة عند كبار السن والرياضيين والناس اللي خدامين في الصهد أو صحاب السكر. باش تحافظي على صحتك حاولي تخلي القرعة ديال الماء ديما حداك وشربي قبل ما تحسي بالعطش. بارطاجي هاد النصيحة مع كاع الناس اللي عزازين عليك باش يحميو ريوسهم، وتهلاي في صحتك ديما وبالصحة والراحة.